ابني كان يتحدث مع شخص لا نراه. السلام عليكم. قبل أن نبدأ يا أصدقائي، لا تنسون من لايك والاشتراك. في ليلة باردة من ليالي كانون الأول، استيقظت فجأة على صوت لم أسمعه من قبل في بيتنا الهادئ. كان صوت ضحكات طفولية خافتة ممزوجة بصوت آخر أجش ثقيل، كأنه يخرج من جوف كهف بعيد. خرجت من فراشي حافيا وقلبي يخفق بقوة، وسلكت الممر المظلم نحو غرفة ابني الوحيد يوسف ذي ال7 أعوام. كان الباب موربا، ومن شقه الضيق تسلل ضوء خافت أزرق من مصباحه الليلي الصغير. اقتربت أكثر فسمعته يهمس بحماس لا يوصف. حقا، وفيه بحيرة من الذهب السائل هناك، وعدتني إنك تأخذني يوما. ثم ساد صمت قصير، تبعه صوت عميق بطيء، كأن كلماته تنطق من داخل بئر عميقة. نعم، قريبا جدا، فقط لا تخبر أحدا، العهد بيننا. تجمدت في مكاني. لم يكن في الغرفة أحد غير يوسف دون شك. دفعت الباب ببطء فوجدته جالسا في منتصف السرير، ينظر إلى الفراغ أمامه مباشرة. عيناه مفتوحتان على آخرهما، وابتسامة عريضة غريبة ترتسم على شفتيه. سألته بصوت مرتجف: يا يوسف، مع من تتحدث؟ رفع إصبعه الصغير بهدوء وأشار إلى المكان الذي يقف فيه أي أحد يدخل الغرفة، أي بجانبي تماما. وقال ببراءة تقشعر لها الأبدان: مع صديقي يا بابا، هو واقف هنا الآن يقول لك مرحبا. التفت يمينا ويسارا، لا أحد، لكنني شعرت فجأة بثقل غريب في الهواء، وبارد يتسلل إلى عظامي، وكأن شيئا طويلا يقف خلفي تماما وينظر إلي من فوق كتفي. تلك كانت اللحظة الأولى التي أدركت فيها أن شيئا ما قد دخل حياتنا ولن يخرج بسهولة. في الأيام التالية صار يوسف لا يتحدث إلا عن عمر. كان يصفه بدقة مرعبة لطفل في ال7. طويل جدا، يصل رأسه إلى السقف حتى لو انحنى. جسده أسود كالفحم، لكنه يلمع أحيانا كأنه مبلل. عيناه حمروان تضيئان في الظلام كمصباحين صغيرين. له ذيل طويل يجره خلفه فيصدر صوت احتكاك خفيف على الأرض. يأتيه كل ليلة بعد أن ننام، يجلس على طرف السرير ويحكي له عن عالم تحت الأرض فيه قصور من الذهب والفضة وبحيرات من الحلوى وألعاب لا تنتهي. لكن من يدخل هذا العالم لا يعود أبدا إلى أهله. كنا نبتسم في البداية ونقول: خيال الأطفال، لكن الابتسامة تلاشت سريعا عندما بدأ يوسف يتغير.
أولا، توقف عن اللعب مع أطفال الحي وقال إن أصواتهم مزعجة وإن عمر يكرههم. ثانيا، صار يرفض النوم إلا بعد منتصف الليل، يقول إنه ينتظر زيارة صديقه. ثالثا، بدأ يصحو صباحا شاحبا، عيناه محمرتان وكأنه لم ينم قط، لكنه يصر على أنه لعب طوال الليل وهو سعيد جدا. ثم جاءت الليلة التي قلبت كل شيء. استيقظنا في الفجر على صوت يوسف وهو يبكي بكاء هستيريا. هرعنا إلى غرفته فوجدناه مختبئا داخل الخزانة، جسده يرتجف بعنف وهو يردد: عمر زعلان، زعلان جدا، يقول إنكم تبغون تفسدوا صداقتنا، يقول إنه إذا ما تركتوه بحاله راح يأخذني الآن. ثم رفع رأسه فجأة وتغير صوته تماما، صار غليظا عميقا، كأن رجلا بالغا يتكلم من حلقه الصغير. الولد لي، العهد تم لي، لن أنتظر أكثر. أغمي على زوجتي من الخوف. حملت يوسف بين ذراعي وهو يرتعش، وأخذت أقرأ عليه الفاتحة وآية الكرسي مرات ومرات، لكن كلما قرأت ازداد بكاؤه وصار يغطي أذنيه بيديه الصغيرتين ويصرخ: أطفئ الصوت، عمر يكره هذا الكلام، يقول إنه يحرقه من الداخل. في اليوم التالي ذهبت إلى أكبر شيخ في المدينة، الشيخ عبد الرحمن، الذي اشتهر بإخراج الجن منذ 40 سنة. جلسني وقال لي بهدوء مرعب: يا ولدي، هذا ليس جنيا عاديا، هذا تابع قوي من الجن الكافر، يسمى في الكتب القديمة الخادم الأسود. يختار الأطفال الأنقياء قبل بلوغهم 9 فيعقد معهم عهدا في المنام أو في اليقظة، ثم يبدأ باستدراجهم شيئا فشيئا حتى يأخذ روحهم إلى عالمهم. فإذا تم له ذلك لا يعود الطفل أبدا، ويبقى جسده كقشرة فارغة. سألته: وهل من سبيل للعلاج؟ قال: نعم، بالقرآن والرقية الشرعية فقط، لكن الأمر سيحتاج صبرا طويلا، والجني سيحارب بشدة لأنه يرى الطفل ملكا له الآن. بدأنا الرقية اليومية في البيت. كنا نشغل سورة البقرة صباح مساء، نرقي يوسف بالماء المقروء عليه، نحرص على الأذكار والصلاة في أوقاتها، لكن كلما فعلنا ذلك ازدادت حالة يوسف سوءا. صار يرفض الطعام الذي نباركه، يقول إنه مر، ويحرق فمه. بدأ ينام بعينين مفتوحتين، وإذا أغلقناهما بالقوة فتحاهما فجأة وهو يبتسم ابتسامة ليست له. في إحدى الليالي وجدناه واقفا على نافذة الدور الثالث مفتوحة، ينظر إلى الظلام ويهز رأسه كأنه يتحدث مع أحد في الخارج. وعندما سألناه قال:
عمر يقول إن الطريق جاهز، بس أنتم ما تخلوني أروح. بدأت الأشياء تتحرك في البيت لوحدها، الكراسي تسحب، الأبواب تغلق بقوة، المصابيح تطفأ وتضاء، ونسمع خطوات ثقيلة في السقف كأن أحدا يمشي فوقنا. رغم أننا في الطابق الأخير، انتقلنا إلى بيت آخر في مدينة بعيدة، ظنا منا أن الأمر مرتبط بالمكان. لكن في الليلة الأولى في البيت الجديد استيقظنا على صوت يوسف وهو يضحك بصوتين معا، صوته الطفولي وصوت غليظ يضحك معه من الداخل. دخلنا الغرفة فوجدناه جالسا على الأرض يرسم بدقة على الجدار بإصبعه دوائر متداخلة وكتابات غريبة. وعندما اقتربنا التفت وقال بصوت ليس صوته: فكرتم إنكم تهربون مني؟ أنا أتبعه أينما ذهب. العهد لا ينكث. استدعينا الشيخ أبا عبد الرحمن نفسه ليأتي إلى البيت الجديد. جاء ومعه 3 من أقوى تلاميذه، جلسوا حول يوسف في دائرة، أشعلوا اللبان الذكر والمسك الأسود، ووضعوا المصحف على صدره وبدأوا الرقية الجماعية بأصوات جهورية. ما حدث في تلك الليلة لا أستطيع نسيانه ما حييت. بدأ يوسف يبكي ويصرخ، ثم تغير صوته فجأة وبدأ يشتم الشيخ ويقول كلام على القرآن بألفاظ ما كان يوسف ليعرفها في حياته. ثم ارتفع جسده ببطء على الأرض حتى صار يعوم على ارتفاع 2 ذراعين فوق السرير وهو يتلوى. صرخ الجني من داخله: لن أخرج. الولد وعدني بقلبه وسآخذه الليلة. لم يتزحزح الشيخ، بدأ يقرأ آيات العذاب من سورة البقرة وسورة الجن وصاد وياسين والدخان مرات عديدة، وكلما مر بآيات كان جسد يوسف ينتفض انتفاضة عنيفة. ثم بدأت رائحة كبريتية قوية تملأ الغرفة، وخرج دخان أسود كثيف من فم يوسف وأنفه وأذنيه، وتجمع في زاوية الغرفة على هيئة عمود مظلم طويل يتحرك ويتلوى كأنه حي. صرخ الشيخ بأعلى صوته: اخرج أيها الكافر، اخرج أيها الكافر الخبيث بإذن الله الواحد القهار. فبدأ العمود الأسود يصرخ صرخة مزقت الآذان، ثم انفجر فجأة في وميض أحمر خافت واختفى تماما، وهوى جسد يوسف إلى السرير كأنه قطعة قماش. ظل يوسف في غيبوبة 3 أيام كاملة، لا يتحرك ولا يتنفس إلا بالكاد. في اليوم الرابع فتح عينيه بهدوء، نظر إلينا ثم ابتسم ابتسامة نقية وقال بصوته الطفولي الحلو: بابا، حلمت بكابوس طويل، بس الحمد لله انتهى. منذ تلك الليلة عاد يوسف طفلا عاديا تماما، يلعب، يضحك، يخاف الظلام، يطلب قصص الأنبياء قبل النوم، وإذا ذكرنا له اسم عمر يقول: مين عمر؟ ما أعرف حد بها الاسم. لكن حتى اليوم
عندما نمر بالبيت القديم ليلا نسمع أحيانا همسا خافتا من خلف النوافذ المغلقة. يوسف، متى ترجع تلعب معي؟ ثم يعقبه صوت ثقيل وكأن شيئا ما زال ينتظر عودة صديقي الصغير. انتهى.